فيلمنا بيبدأ مع مجموعة صحاب وهم كريستيان وماريو وهم بيلعبوا سلة مع بعض، وبيكون زميلهم ألدو طالع في بث مباشر على صفحته وبيصورهم على أمل إنهم يتشهروا ويجيبوا مشاهدات كتير. وفجأة وفي أثناء لعبهم بيتكسر صباع كريستيان، وبسرعة بيتدخل ماريو واللي بنعرف إن والده طبيب وبيكون متعلم منه مبادئ الإسعافات الأولية، وبيقدر إنه يرجع له عظمة صباعه مكانها وبيربطها لحد ما يروح له المستشفى. وفي الوقت ده بيكون ألدو بيصور كل اللي بيحصل وبيبقى مركز الكاميرا على وش كريستيان، على الرغم انه مش بيبقى قادر انه يتحمل الألم، ولكنه بيكمل تصويره وهو بيتألم على أمل انهم يجيبوا مشاهدات. وبيلاحظ وقتها ألدو ان عدد المشاهدات فعلا بيزيد على البث المباشر بتاعه وبينبسط. وبعدها بنشوف ألدو وكريستيان بعد ما اتعالج وهم مروحين سوا، وبيوصلوا صاحبهم ماريو لبيته، وبيكونوا الاتنين لسه مشغلين البث المباشر. وفي الطريق بيهزر كريستيان وبيرمي الكرة على ألدو اللي بيتضايق وبياخد الكرة وبيرميها من فوق سور عالي البيت كانوا معديين من قدامه. وبيتضايق وقتها كريستيان وبيطلب من ألدو إنه يجيب الكرة بتاعته، فبيروح ألدو ناحية الجرس وبيبدأ إنه يرنه لكن محدش بيرد عليه، فبيضطر ساعتها إنه ينط من فوق السور علشان يجيب الكورة. ولما بيتأخر بينط كريستيان وراه هو كمان علشان يطمن عليه. وفي البيت بيتصدم كريستيان لما بيلاقي نفسه قدام بيت كبير جدا ولكنه بيبقى مهجور من سنين طويلة، والغريب إنه مش بيلاقي الكورة ولا حتى بيلاقي ألدو صاحبه. وبسرعة بيبدأ إنه يدور على ألدو في كل مكان لحد ما بيشوف بير قدامه، فبيقرب منه علشان يشوف إيه اللي جواه. وبينصدم وقتها لما بيلاقي جثة شاب جوه البير، وفجأة بيجي ألدو من وراه وبيخضه، فبيترعب وقتها كريستيان أكتر وبيبدأ إنه يصرخ بصوت عالي. وبعدها بيهدى وبيرجع يبص من تاني جوه البير ولكنه مش بيلاقي حاجة، فبيفهم إنه كان بيتهيأله وبيتجاهل كل اللي حصل وبيطلب من ألدو إنهم يمشوا، ولكن ألدو بيرفض وبياخد الكاميرا منه وبيعرفوا إنهم هيستكشفوا البيت علشان متابعينهم يتفرجوا على كل حاجة ويقدروا يحققوا مشاهدات أعلى. وبعدها بيتمشوا الاتنين جوه البيت وبيبدأ ألدو يصور كل ركن فيه المتابعين لحد ما فجأة بيتفتح باب البيت لوحده، فبيترعب وقتها الاتنين وبيحاولوا إنهم يهربوا، ولكنهم بيرجعوا من تاني وبيحاولوا يقنعوا نفسهم إن الهوا هو اللي فتح الباب مش أكتر، وبيقرروا إنهم يدخلوا جوه البيت. ولكن بمجرد ما بيقفوا قدام الباب بيلاقوا الباب اتقفل في وشهم بعنف، فبيجروا ساعتها بأقصى سرعتهم وبيهربوا بره البيت وهم مرعوبين. وفي تاني يوم بنشوف كريستيان واللي بيكون عمل تعديل على الفيديو اللي هم صوروه للبيت، وبيحط خيال شبح ورا الباب وده علشان يجيب مشاهدات، وبيرفع الفيديو على صفحتهم على اليوتيوب. وفي أقل من ساعة بيوصل عدد المشاهدات على الفيديو لأكتر من 200,000 مشاهدة، وكمان بيزيد عدد متابعينهم ل 100,000 متابع، وده اللي بيخليهم ساعتها فرحانين ومش مصدقين إنهم أخيرا حققوا الشهرة اللي هم كانوا بيحلموا بيها. وبيخرجوا الاتنين وبيبدأوا إنهم يحتفلوا بالنجاح اللي هم حققوه، وبيوعدوا متابعينهم إنهم هيعملوا فيديوهات مرعبة أكتر من الفيديو اللي هم شافوه النهاردة. وبيبدأوا المتابعين فعلا إنهم يكتبوا لهم كومنتات وبيشجعوهم على اللي هم بيعملوه، لدرجة إن ألدو بيفرح جدا وبيخرج من الحفلة وبياخد الموبايل بتاعه معاه للحمام، وبيفضل مشغل البث المباشر وهو جوه الحمام في محاولة منه انه يزيد عدد المتابعين بتوعه اكتر. ولكن بيدخل كريستيان واللي بيستغرب من اللي هو بيعمله وبيقفل البث. وبتعدي بعدها 3 أيام على نزول الفيديو واللي بيزيد عدد المشاهدات أكتر لدرجة إنهم بيوصلوا ل 3 مليون مشاهدة، وكمان بيزيد عدد المتابعين والمشتركين لمليون متابع. ومش بيصدق ألدو نفسه وبيخرج في بث مباشر وبيعرف جمهوره إنه قرر إنه ينشر كل يوم فيديو رعب على قناته وإنهم لازم يتفاعلوا أكتر على فيديوهاته. ولكن كريستيان ما بيكونش راضي عن اللي هم بيعملوه، بيقول لألدو إن الفيديو اللي هم نشروه متفبرك وإنهم كده بيخدعوا الناس علشان خاطر بس يجيبوا مشاهدات. لكن ألدو بيقول له إن دي فرصتهم علشان يحققوا النجاح والثورة، وإن كل البلوجر أو الناس المشهورة على اليوتيوب أو التيك توك لازم يكذبوا ويمثلوا على الناس علشان تزيد مشاهداتهم. وبيديله كشف فيه الأرباح الشهرية اللي بيحققها اليوتيوبر المشهورين من القنوات بتاعتهم، وإنهم على الأقل ممكن يعملوا 50,000 دولار شهريا. واللي بيقتنع وقتها كريستيان بكلامه وبيقرر إنه يكمل معاه في المحتوى. وبيخرج بعدها الاتنين في بث مباشر، وبيبدأ كريستيان إنه يكذب ويحكي مواقف مرعبة كانت اتعرض لها وهو صغير. وبيبدأ كمان ألدو إنه يقلده وبيكذب وبيحكي لهم عن السكن الجامعي اللي كان عايش فيه في فترة دراسته في الكلية، واللي كان موجود فيه أشباح مرعبة واللي كانت بتنادي عليه طول الليل بأصوات مخيفة. وفي نهاية البث بيعرف ألدو المتابعين بتوعه بإنه لو وصل عدد الإعجابات على البث ل 50,000 إعجاب هيدخلوا من تاني للبيت المهجور وهيصوروا كل ركن فيه من جوه. وفعلا وفي أقل من 10 ساعات بيوصل عدد الإعجابات على البث لأكتر من 500,000، وده معناه
إنهم لازم ينفذوا وعدهم ويدخلوا للبيت المهجور مرة تانية، ولكن بيكون واضح على كريستيان إنه خايف يدخل للبيت وبيطلب من ألدو إنهم يعملوا أي حاجة تانية غير إنهم يدخلوا للبيت ده تاني. لكن ألدو بيكون مصمم إنهم يدخلوا البيت علشان متابعينهم يفضلوا واثقين فيهم وما يخسرهمش. وفي الليل بيجهزوا الاتنين نفسهم وبيحضروا الكاميرا اللي هيصوروا بيها وبيروحوا للبيت، وهناك بينط الاتنين من على السور، ولكن بيقع موبايل كريستيان على الأرض وبيتكسر. فبيهدي ألدو وبيوعده إنه هيشتري ليه أحدث موبايل بمجرد ما يستلموا بس أول أرباح القناة بتاعتهم. وبعدها بيبدأوا الاتنين يصوروا كل ركن في جنينة البيت، وبعد ما بيخلصوا بيكسروا شباك وبيدخلوا للبيت من جوه. وبمجرد ما بيدخلوا بيلاقوا صورة كبيرة لصاحب البيت واللي بيبان من لبسه إنه كان قائد عسكري. وفجأة وأثناء ما هما ماشيين جوه البيت بيختفي ألدو وبيقعد كريستيان يدور عليه وهو خايف لحد ما بيلاقي باب أوضة مفتوح، وفي نص الأوضة بيبقى في كرسي موجود لوحده. وفجأة بيتحرك الكرسي فبيترعب كريستيان وبيفضل يصرخ بصوت عالي لحد ما بيظهر ألدو من وراه وهو بيضحك عليه، وبنعرف وقتها إنه كان رابط الكرسي بخيط شفاف وشده من بعيد علشان يخوفه. وبعدها بيقول لكريستيان إنه عمل الحركة دي علشان يبين إن البيت مسكون فعلا، وده اللي بيجيب مع المشاهدين. وبيطلب منه إنه يمسح اللقطات اللي هو ضحك فيها في المونتاج، وبيقرب بعدها من الكرسي علشان يفك الخيط. ولكن فجأة بيبدأ الكرسي بإنه يتهز بعنف وبعدها بيترمي بعيد، وبيتصدموا وقتها الاتنين واللي بيكونوا مش قادرين ينطقوا ولا كلمة من كتر الخوف. وبعدها بيبدأوا إنهم يسمعوا أصوات غريبة بره الأوضة، ولما بيخرجوا بيلاقوا باب البيت مفتوح وكمان صورة صاحب البيت بتكون مقلوبة واقعة على الأرض. وبيطلب وقتها كريستيان من ألدو إنهم يخرجوا من البيت ده لأن الموضوع شكله قلب بجد، ولكن ألدو بيرفض وبيقولوا إن دي فرصتهم علشان يصوروا فيديو رعب حقيقي ومش مفبرك. وفجأة بيسمعوا صوت المية وهي شغالة لوحدها في الحمام، وكمان بيبدأ البيانو اللي في البيت إنه يعزف لوحده. وعلى الرغم من كتر الخوف اللي بيحسوا بيه، لكن ألدو بيكون مصمم إنه يكمل تصوير في البيت. وبيطلع للدور التاني وبيدخلوا الأوضة واللي بيظهر إنها أوضة نوم، وهناك بيلاقوا على الأرض دم قديم. وفجأة بتظهر عجلة صغيرة في الأوضة واللي بتفضل تتحرك لوحدها لحد ما بتوصل قدام الدولاب. وفي اللحظة دي بيتفتح الدولاب وبيطير كل حاجة جواه في وشهم، فبسرعة بيهرب كريستيان وألدو من الأوضة وبينزلوا من تاني لصالة البيت. وساعتها بيقرر كريستيان إنه يمشي من البيت، وبيقول لألدو إنهم لو فضلوا قاعدين أكتر من كده هيموتوا. ولكن ألدو بيكون برضه رافض لفكرة إنهم يخرجوا دلوقتي من البيت بسبب كومنتات المتابعين اللي بيشجعوهم إنهم يكملوا. وبيطلب من كريستيان إنه يتحمل شوية كمان لحد ما يخلصوا تصوير. وبسبب إصرار ألدو بيضطر كريستيان إنه يتحمل وبيفضل معاه للنهاية. وبيطلعوا بعدها من تاني للدور اللي فوق، وده بعد ما سمعوا أصوات جاية من ورا باب الأوضة. فبيقرب ألدو من الباب وبيحاولوا إنه يفتحه ولكنه بيفشل. فبيبص من فتحة الباب وبيشوف وقتها ست وهي بتزعق لابنها علشان ياخد الأدوية بتاعته. وفجأة بتبص الست دي ناحية الباب، فبيترعب وقتها ألدو وبيبعد عن الباب بسرعة. وبيترعب أكتر لما بيظهر شبح شكله مرعب واقف ورا كريستيان، ومن كتر الخوف بيجري بأقصى سرعته على الصالة. وبينزل وراه كريستيان وبيسأله عن اللي شافه ورا الباب خلاه يترعب بالشكل ده. ولكن قبل ما يتكلم ألدو بيبدأ البيانو في إنه يعزف لوحده، وبنشوف وقتها في انعكاس صاحب البيت واللي المفروض مات من سنين وهو بيعزف على البيانو. وفجأة العزف بيقف وبيقوم صاحب البيت من على الكرسي وبيجري ناحيتهم، واللي بيترعبوا وبيجروا يستخبوا منه تحت السلم. وفي الوقت ده بيظهر شخص ضخم وهو بيسحب جثة وبيدخل بيها جوه أوضة. وفجأة بتظهر واحدة ست واللي بيبان من لبسها إنها كانت خدامة من خدامات البيت، واللي بتسألهم هما مين. ولكن قبل ما يرد عليها بتختفي من قدامهم. فبسرعة بيجري كريستيان وألدو ناحية باب البيت وبيحاولوا إنهم يفتحوا علشان يهربوا، ولكنهم بيفشلوا إنهم يفتحوا الباب. فبيجروا ناحية الشبابيك وباقي الأبواب التانية، ولكنهم برضو مش بيقدروا يفتحوها، وده معناه إنهم بقوا محبوسين جوه البيت وإن مفيش أي مخرج. وبيخرج ألدو موبايله وبيحاولوا نتصل بأي حد علشان يجي ينقذهم، ولكن للأسف بيكون موبايله فصل ومفيش أي طريقة قدامهم إنهم يتواصلوا مع أي حد. فبينهار وقتها كريستيانو وبيمسك صخرة كبيرة كانت موجودة جنبه وبيكسر بيها ازاز الشباك. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت شخص جاي ناحيتهم، فبيستخبوا الاتنين في دولاب صغير بسرعة وبيفضلوا قاعدين مستنين جوه. وبيدخل وقتها الشخص الضخم وهو ماسك في ايده بندقية، وما بيكونش وقتها الاتنين عارفين هل هو شخص حقيقي ولا اذا كان هو شبح من ضمن الاشباح اللي بيشوفوها من وقت ما دخلوا للبيت. وفجأة بتظهر الخدامة من تاني وبتسأل الشخص الضخم عن السبب اللي خلاه يقتل اخوها. فبيقولها
الشخص الضخم إنه كان أمر من البارون صاحب البيت إنه يقتلهم، فبتعرفه وقتها الخدامة إنها هتبلغ الشرطة عنه، ولكن الشخص الضخم بيضربها وبيسيبها مرمية على الأرض وبيمشي، ولكن بتخرج الخدامة السكينة من جيبها وبتهجم على الشخص الضخم من ظهره وبتفضل تطعن فيه لحد ما بتقتله وبعدها بتختفي. وبيظهر وقتها إن البيت ده كان مسكون من أشخاص عدوانيين وإنه كان مسرح لأحداث مأساوية. وبيستغل وقتها كريستيان وألدو الفرصة وبيخرجوا بسرعة من الدولاب وبيقدروا إنهم يهربوا من المكان باستخدام الحبال، ولكن بمجرد ما بينزلوا قدام البيت بيظهر الشخص الضخم ورا كريستيان وبياخده وبيرجع بيه بسرعة لجوه البيت، فبيضطر وقتها ألدو إنه يدخل من تاني وراه علشان ينقذه، وبيبدأ في مطاردة الشخص الضخم لحد ما بيختفي هو وكريستيان. وفي اللحظة دي بتظهر جثة الخدامة وهي مشنوقة ومتعلقة في سقف البيت، فبيترعب ألدو وبيحاول إنه يهرب من الباب، ولكن بيظهر 3 شياطين قدام الباب واللي بيمنعوه من الخروج، فبيسيبهم ألدو وبيدخل يستخبى في واحدة من أوض البيت، وهناك بيشوف نفس الست اللي شافها قبل كده وهي بتكلم ابنها وبتسأله عن اللي بيعمله في بيتها، ولكنه قبل ما بيرد عليها بتخرج مسدس من جيبها وبتضرب نفسها بيه وبتنتحر، ولكن بعدها بتقوم وبتهجم على ألدو وبتمسك فيه واللي بيكون مرعوب من راسها المتفجرة وبتبدأ تضربه بالإقلام وبعدها بتختفي. وبسرعة بيقوم ألدو من مكانه وبيجري بسرعة بسبب الصدمة لحد ما بيلاقي نفسه قدام أوضة واللي بيخرج منها نفس الشخص الضخم، وبيلاقي إن الأوضة دي فيها سلم للبدروم واللي بينزل فيه، وبيترعب من كمية الأسلحة اللي بتبقى متعلقة في كل مكان. ولما بيوصل للبدروم بيشوف ألدو كريستيان واللي بيكون مربوط بسلاسل حديد، وبيحاول ألدو إنه يفك السلاسل دي لكنه مش بيعرف، وفجأة بيختفي كريستيان من قدامه وبيظهر من تاني وهو واقف على السقف وبيبص لألدو وبيطلب منه إنه يهرب، وبعدها بيفضل يصرخ بصوت مرعب وكأنه بيتألم، فبيخاف وقتها ألدو وبيجري بسرعة وبيخرج من البدروم، وبيتفاجئ ساعتها لما بيلاقي إن النهار طلع وبيكون البيت هادي وكأن مفيش أي حاجة غريبة بتحصل جوه البيت، فبيستغل وقتها الفرصة وبيخرج بأقصى سرعته من البيت، ولكن بيرجع يظهر الشخص الضخم من تاني وبيكون ماسك في ايده فاس وبيبدأ انه يطارد ألدو لحد ما بيمسكه وبياخد الكاميرا من ايده وبيرميها، وبعدها بيفضل يخنق فيه لحد ما بيغمى عليه، واللي بيفوق بعدها وبيلاقي نفسه لسه جوا جنينة البيت، فبيفرح انه لسه عايش وبينط من على السور وبيفضل يجري وهو مش مصدق نفسه انه خرج من البيت، وبيصرخ لحد ما بيتعب وبيقع على الأرض وبيفقد وعيه، وبعدها بشوية بيفوق ألدو بيرتاح لما بيلاقي الشرطة والإسعاف محوطة المكان كله، فبيجري عليهم وهو فرحان جدا لما بيلاقي كريستيان لسه عايش وإن المسعفين بينقلوه في عربية الإسعاف للمستشفى، ولكن وقتها بيفتكر الكاميرا بتاعته والفيديو اللي صوره وبيخاف إنه يخسره، فبيدخل بسرعة لجنينة البيت علشان يجيبها، ولكن وقتها بينصدم لما بيلاقي الشرطة وهي بتخرج جثته من البير القديم اللي في البيت، وبيظهر إن ألدو اتقتل ومات وإن روحه هي اللي فضلت محبوسة جوه البيت، ولكنه بيتهيأله إن هو لسه عايش. وفي النهاية بنشوف كريستيان هو بيتم التحقيق معاه في اسم الشرطة وما بيكونش فاكر أي حاجة من اللي حصلت جوه البيت لحد ما بيشغل الشرطي الفيديوهات اللي على الكاميرا، واللي بيشوف وقتها نفسه وهو بيقتل ألدو وبيرمي جثته في البير، وبيظهر وقتها إن الأرواح اللي في البيت سيطرت على كريستيان وهي اللي خلته يقتل ألدو ويرمي جثته في البير علشان يتخلصوا منهم هما الاتنين، واللي بيتشهر بعدها كريستيان ولكنه بعد ما خسر صاحبه وخسر حياته واللي هيقضيها كلها في السجن. وبيخلص الفيلم. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات الرسالة اللي فهمتوها من الفيلم وترشحوا لنا أفلام أو مسلسلات تانية علشان نلخصها، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام لو حابين وتبعتوا لنا رأيكم في أي حاجة احنا بنعملها. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق وكتب السكريبت حسن عصام. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب، واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. سلام.